البريود اتأخرت عن ميعادها فقلقتي وقررت تعملي اختبار الحمل، وهنا احترتي مش عارفة تعملي أنهي اختبار فيهم، على الرغم إن أول حاجة بتيجي في دماغك هو اختبار الحمل المنزلي، بس ساعات بتشك فيه ومش بتثقي في نتائجه قوي. على العموم أنا هنا دلوقتي جاي أقولك إيه الفرق بين اختبارات الحمل ثلاثة. اختبار الحمل المنزلي أو اختبار الحمل في البول، ده الاكثر شيوعا واول حاجه بتيجي في بالك. هو اختبار سهل وبسيط وبتعمليه في البيت، بتعمليه بعد تاخر الدوره الشهريه لو تاخرت عن ميعادها المتوقع حتى لو يوم واحد، وده طبعا احنا عارفين نسبه الخطا فيه وارده وعاليه. ده غير انك بتتلخبطي اصلا هو خط ولا خطين ولا خط خفيف ولا خط تقيل. تاني نوع هو اختبار الحمل بالدم، وده بقى نوعين: اختبار حمل نوعي او اختبار حمل تراكمي. اختبار الحمل النوعي وده نتيجته يا موجب يا سالب، يعني في حمل او مفيش، وطبعا ادق من اللي في البيت، وبتعمليه برضو بعد تاخر الدوره الشهريه. اختبار الحمل التراكمي ده بيقيس نسبة وجود الهرمون الحمل اللي هو بيتا اتش سي جي في دمك، فبالتالي نتيجته هتكون ارقام، وبكده هنعرف برضو في حمل ولا لا. ده ممكن نعيده بعد 48 ساعة لان الهرمون ده بيتضاعف، وكل ما كان بيتضاعف كل ما بيقول لنا ان الحمل ماشي بشكل كويس. التحليل ده بالذات مهم جدا في بعض الحالات زي الحمل العنقودي او حمل خارج الرحم او حالات الاجهاض لا قدر الله. عملت تحليلك مبروك، انت حامل، فقررت انك لازم تشوف البيبي على السونار. هنقولك مبروك وتعالى لنا بعد اسبوعين، لان البيبي مش هيظهر في السونار غير بعد اسبوعين من اليوم اللي عملت فيه الاختبار. ما تقلقيش باذن الله هتفرحينا وتطمنينا وتكوني حامل.